دعوتكم مرة أخرى. ميرينو لاعب منتخب إسبانيا البديل حسم هذا اللقاء وسجل هدف الأفضلية في منتخب بلجيكا، وحارس المرمى لامين الذي استبدل أيضا مع كورتوا للاستمرار على مستوى العطاء داخل هذا اللقاء الذي كان صعبا على منتخب بلجيكا. اللقاء صمد بالتعادل لمدة طويلة. كابتن حاتم، ميرينو هو من شكل الفارق بالرغم من أن التغييرات لربما قد تكون غريبة بالنسبة لدي لا فوينتي، إخراج فابيان رويس، دخول بيدري، يعني لربما قد يكون لك تعليق بما يخص تغيير خط الوسط بهذه الطريقة، لكن ميرينو دائما يثبت بأنه لاعب حاسم في كل لقاء. هو لو كان جاهز بدنيا لكان أساسي أعتقد، لأنه لا يوجد الخصائص هذه في المنتخب الإسباني باستثنائه. هو الغريب حقيقة من دي لا فوينتي هو تغيير فابيان رويس في دقيقة 55. أولا أنه مبكر جدا واللاعب كان متميز ممتاز ويطلب الكرة في المساحات بشكل أكثر من ممتاز، وكان خطر لأنه داني لما كان يطلب الكرة يا أما يحرر أولمو يا أما يكون هو في المساحة اللي يكون فيها شاغرة. فتغييره دخول بيدري أراح المنتخب البلجيكي. بيدري لأنه لا يتحرك، بيدري احنا ليس تقليلا في إمكانياته، أنا أتكلم على الخصائص اللاعب الوسط ميدان الذي يتحرك دائما في البوكس. بيدري ليس من خصائصه يتحرك في البوكس، هو دائما يريد الكرة كما رودريو دائما يحل الكرة في وسط الميدان، ومع هذا هو ليس في أحسن حالاته. هذا من جانب. عدل الأوتار لما قام بدخول مورينو دقيقة 86 دقيقتين سجل هدف، خلاص انتهت المباراة. هذه خصائص، هذه لا تستطيع أنت تأتي اللاعب مهما كنت أنت لاعب تقول له تحرك في هذه المساحة، هذه خصائص معناها نابعة من إمكانيات لدى اللاعب. فمورينو من خصائصه أنه لاعب ذكي يعرف معناها مع التسديد انطلق، يعني عنده حاسة الشم عالية جدا للأهداف. صحيح. ولذلك هو كان متميز في اليورو ومتميز في أرسنال ومتميز في هذه البطولة، وإن كان يدخل من دكة الاحتياط. فأعتقد إذا سيكون جاهز على المستوى البدني سيكون في المباريات القادمة، وإلا سيكون سلاح فتاك على دكة الاحتياط قادر أن يكون مع، خاصة أنه بدنيا تعرف أنه لم يلعب كثيرا وكان مصاب على ثلاث موسم كامل. لكن فقط هذا الغرابة في التغيير الأول، ثم الفريق عدل بعض الأمور وانتصار مستحق في كل الأحوال. هذا الانتصار أيضا يونس يعكس مدى قدرة دي لا فوينتي على إدارة اللقاءات، حتى لو كان الوقت صعب شكل الخصم أي صعوبة على المنتخب، قادر على تغييرات تحدث الفارق دائما. هو غير أبرز التغييرات في وقت مبكر جدا من الشوط الأول في الدقيقة 55. أعتقد دكة البدلاء هي السر. الفارق في الإمكانيات اللي موجودة في دكة بدلاء إسبانيا تتفوق بشكل كبير وواضح على دكة بدلاء بلجيكا. أعتقد أتفق مع الكابتن حاتم في تغييرات كانت منطقية ومطلوبة بالنسبة للمنتخب الإسباني، وخاصة في دخول فران توريس، في وجود أوريزابال اللاعب المهاجم اللي يفضل التراجع بشكل كبير في وسط الملعب، محتاج اللاعب اللي يهاجم المساحة. فأعتقد إذا كان متواجد مهاجم صريح كلاسيكي في المنتخب الإسباني كان ممكن يختلف نوعا ما أسلوبك، لكن أنت لما تكون مستحوذ وقادر على الاستحواذ، قادر على التدرج من مناطقك الخلفية إلى وسط الملعب، فتحتاج اللاعب الأكتف اللي يطلب الكرة دائما في المساحة. بعد دخول توريس أعتقد شاهدنا اللاعبين بأعداد كافية في منطقة جزاء بلجيكا، اللاعبين بمسافات قريبة، كان المنتخب هجوميا أفضل. لكن دخول بيدري في مكان فابيان أعتقد كان دخول فقط للاستحواذ بشكل أكبر، لكن دخول مورينيو أعطى الإضافة بشكل كبير. دكة البدلاء أعتقد بعد موسم طويل وشاق بالنسبة للاعبين، بعد مباريات على مستوى عالي جدا في كأس العالم، دكة البدلاء دائما ما هي تكون كلمة السر. أيضا في المنتخب البلجيكي أعتقد خروج كورتوا كان له تأثير كبير نفسي على اللاعبين، وأيضا اللعب بلوكاكو وديكتلير كمهاجمين موجودين في دكة في أرضية الملعب، أعطى إسبانيا حرية أكثر في وسط الملعب. اللعب مهاجمين، أعتقد إسبانيا كانت عندها أفضلية بثلاث لاعبين مقابل لاعبين في وسط الملعب، قدر المنتخب الإسباني يترجم أفضليته في الشوط الثاني. لكن إسبانيا تكلمنا قبل المباراة متى ما كانت فعالية وسط الملعب موجودة في المساهمة في المساندة الهجومية، المنتخب قادر يشكل خطورة على أي منافس. لكن
حتى منتخب اسبانيا في الشوط الثاني دفاعيا كانت هناك مساحات كبيره. الامكانيات اللي كانت موجوده اعتقد في المنتخب البلجيكي ما تعاملت مع المساحات اللي موجوده بشكل جيد. على اسبانيا ان تتطور بشكل اكبر في وسط الملعب في التعامل مع المساحات اللي شفناها في الشوط الثاني امام فرنسا. اعتقد المساحات هذه راح تكون مكلفه وصعبه. شاهد بكاء كورتوا، لحظه مؤثره لويس، تاريخ كبير لهذا الحارس، يخرج من اللقاء لا زال متعادلا ثم يخسر المنتخب البلجيكي. نعم هذا صحيح، هو لاعب مهم جدا، وكان كذلك في ريال مدريد، هو حارس تاريخي من أفضل الحراس في التاريخ، وأتفق تماما. أعتقد أن إصابة كورتوا أثرت كثيرا على المنتخب البلجيكي وكانت سببا من أسباب الإقصاء وتسديدة كوبارسي. إذا كانت في مرمى كورتوا لما كانت انتهت هكذا. إسبانيا كذلك كان لها بعض الفرص للتسجيل، ولكن كانت ضربة قاسمة جدا هذه الإقصاء أو خروج كورتوا ودي بروين. نتحدث عن لاعبين من عيار ثقيل، هم قادة يصنعون الفارق داخل الفريق، واحد في وسط الميدان والآخر في الدفاع. دي بروين كان هو اللاعب الذي عندما يتواجد في الثلث الأخير يقدم أفضل تمريرة وأفضل لمسة وأنهى اللقاء وهو متعب كذلك، وهذا تأثر بها المنتخب البلجيكي. حسرة كبيرة وحزن على الحارس بالتأكيد، لأنه كان من الممكن أن يقدم أفضل من ذلك، ولكن يجب أن نهنئ المنتخب الإسباني. عندما تحدثنا سلفا، هو اللاعبون يتنافسون في نهاية المطاف لاعب تغيير يعني كلف المنتخب المباراة البلجيكي. تغيير حارس يعني إصابة الحارس كلفته المباراة، لأنه اليوم أكيد أنه في بعض الأحيان أن التركيز له دور كبير، وأن تكون جاهز على دكة الاحتياط على المستوى الذهني مهم جدا، لأنه ما الخطأ الذي شاهدناه، لأنه ليمنس حارس جيد، يعني من الصعب أن نتكلم عليه أنه حارس ليس بإمكانيات ضعيف، يعني تسديدة أكيد فيها نوعا ما من الدقة وقوية، لكن في هذا المستوى من المفروض أن لا تكون بذات الصعوبة الكبيرة التي شاهدناها بمعنى يتعامل معها بهذا الشكل. يعني بعض الأحيان أحيانا تتساءل الجماهير لماذا الحارس هذا دائما أساسي وليس الحارس في جزئيات مثل هذه. يعني كورتوا دائما مع مدريد أو مع بلجيكا، لكن لم يلعب رودي غارسيا بلامين في أي لقاء، يعني كان يلعب مع كورتوا، وبالتالي لامين أيضا لم يشارك مع المنتخب البلجيكي كاسم أساسي، لم يعطى الفرصة. أكيد، لكن لما تمنح أنت هذه فرصة ولا تتعرض حارس الإصابة تمنح صحيح، لكن في مباراة حساسة يعني ما الإشكال في أمام منتخب إسبانيا. أي أكيد، يعني أنت في بعض الأحيان في لاعبين، إحنا معنا مدرب، معنا لاعب كبير، أنه اللاعب لما يكون عندك احتياط يتذمر، لماذا لا ألعب وهذا الحارس. ما أنت لا تختار مبارياتك، تأتيك فرصتك في مباريات كبيرة في وقت حساس، تفضل اعطينا ما قادر ان تقدمها للمنتخب او للفريق. صحيح. فانت امام فرصه ان تقوم بخطا، جهد مجموعه كامله، يعني في الاخير انت قمت بخطا كبير. ولاحظ الحراس المنتخبات الكبيره التي وصلت الان كلها تتميز ولديها حراس كبار قادرين على صناعه الفارق.